صباح الخير يا حلوين، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وعلى جميع الأمة الإسلامية. وميرسي لكل واحد سأل على والدتي وسأل عليا. أنا كنت برضو خدت دور برد شديد، يا ريت نرجع تاني نلبس الكمامات. آه الحمد لله، وقضينا رمضان وكم يوم اهو، وبدأنا في العد التنازلي على طول. رمضان بيخلص بسرعة، ما ننساش صلاة التراويح والدعاء والصدقة، وربنا معانا جميعا نقدر ناخد منه ونمحي ذنوب، وناخد يعني ربنا ربنا يرحمه في هذا الشهر ويعوضه عن اللي عمله في الشهور اللي فاتت. ده يبقى خير وبركة من عند ربنا. طبعا أنا النهاردة عايزة أقول لكم فيديو مختلف. النهاردة أنا عايزة أوجه لجوزي رسالة صريحة وواضحة جدا، إن هو كان بيتحايل عليا كل شهر يقول لي اديني أمسك أنا الميزانية، وأنا أقول له لا لا لا، أنت لا يمكن هتعرف، أنا سيب لي الميزانية أنا. وكنت بتفوق، بس باجي على اخر اسبوع ما يعني ما اقدرش اكدب عليكم يعني. باخد منه شويه، يقول لي مش انا قلت لك امسك الميزانيه؟ انت ليه بقى عايزه تمسكي الميزانيه انت؟ انا قلت لك كنت زمان، انا دلوقتي عرفت اظبط الدنيا. انا يا حبيبي بكل صدر رحب، ومن غير ما اي زعل ولا اي حاجه. انا بديها لك مصفيه كده الحمد لله، الشهر ده كمل انت بيها، ومديها لك وهي يعني دعوه عامه. وعلى فكره مش هرجع في قراري تاني، ولا هقول لك لا ادهاني، ولا الشهر ده ولا اللي بعده، انا خلاص. عشان لما يبقى عندك طموح كده وامال، ان انت كل يوم تقول لي انا بكره هفطر ايه، وفطريني كذا واعمل لي كذا، يبقى عندك ايه حدود. لان الحدود عندك ما بقتش منتهيه، يعني كل يوم بتقولي حاجات انا ببقى يعني متهيألي ممكن ابقى يعني مش قادره اصدق. يعني خلاص، فانا كل يوم هنقعد فانت لما تمسك الميزانيه، الطموح ده هيقل شويه، هيبتدي ايه يتراجع. فانا لما تيجي الميزانيه انت هتبتدي تظبط. فكل ست دلوقتي عندها الازمه بتاعتي دي تعمل على طول، ترجع القصه وتدي لجوزها الميزانيه يمسكها. فهو مش هيطلبوا بقى الطلبات الخزعبليه والحاجات بتاعتهم دي والطموح الشارد ده. فهم هيعرفوا قيمه كل حاجه كده، ويبتدوا ايه يتعاونوا معانا يعني. والنهارده انا يعني جايه بعد عناء شديد من طابور طويل عشان اجيب طبق حلويات، لاني معزومه بره عند ناس اصحابنا. فطبعا احنا من عاداتنا لازم ندخل بقيمتنا، ولازم نروح لمحل شيك ترند من المحلات الكبيره، عشان ندخل كده يعني بقيمتنا كده، يعني كل الناس كده يعني. ف... فطبعا انا عملت زيهم، يعني لقيت طبعا بركن وانا بركب العربيه الطوابير ماشي، قلت يا نهار ابيض، هم لقوا سكر جوه ما اعرفش في ايه. فدخلت قلت بقى يعني ادخل بقى، يعني المهم دخلت، لقيت برضو انا ويتنج ليست، قعدت مستنيه ساعه ساعه ونص لحد ما وصلت يعني اخر. انا عايزه اعرف بقى، انا البنات اللي قصادي والناس اللي قصادي واقفين بكلهم باهتمام، واللي تقول لك الترند وعايزين نجيب واسامي. انا يعني اسفه جدا جدا، الناس بهدلت الكنافه المصريه. الكنافه المصريه دي يا سلام، امهاتنا وجدودنا زمان، الكنافه دي المقرمشه من فوق وطريه من جوه، وبالمكسر، كانت ليها كده بهجه كده. الكنافه بتاعتنا اللي الراجل بيعمل كده ويطلع لك كنافه. خلاص الكنافه دلوقتي اتبهدلت. الكنافه دلوقتي بقت بالكريم كراميل، بقت بالشوكليت، بقت بالمانجا، بقت بالفراوله، حطوا عليها المنفي. المنفي بقى فوقيه بقى. انت فهموني الكنافه هتوصلوا الكنافه، بهدلتوا الكنافه. الترند الجديد بقى اللي ظهر الجديد بقى، مش صوابع زينب. احنا صوابع زينب احنا متاخرين. صوابع زينب دي كانت للناس البيئه البلدي خلاص. احنا دلوقتي صوابع انجي. صوابع انجي هي صوابع شويه كرواسون كده ملفين لافينه كده، وحاطين كده علبه كده فيها شوكليت، تاخد كده بالشوكليت وتاكل. انت كده ترند كده، انت انسان كده يعني ايه انت واحد من الناس اللي هم فوق الترندات بقى. الترندات اللي داخل لك بقى الناس، اوبا هنسيب كل حاجه وندخل بقى في الترند ده. وايه هي ايه شويه كرواسون. والله انا يعني انا مش عارفه انتوا بتوصلوا لايه، عايزين توصلوا لايه؟ شرقانه، غرقانه، مكسوفه، متدلعه، في ايه؟ مكسوفه ايه
هي الكنافه عمرها تتكسف؟ ده طول عمرها كانت رافعه راسها فوق، بجد والله. غرقانه غرقانه في ايه يعني؟ مش فاهمه. الغرقانه دي غرقوا لك تحتيها بسبوسه وفوقيها كريم شانتيه، حاجات عجب، عجب بجد والله. انا شخصيا ما بحبش غير كنافه امي وجدتي والبسبوسه بتاعتنا. لا 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 لا، الفرق انتوا هتبوظوا مصر كلها والفرعون. احنا فرعون على فكره. احنا ايه؟ انتوا خليتونا ايه بالظبط والله. انا كل ست مصريه بقى عايزه تعمل ترند، هاتي طبق كده، حطي بقى ايه، وش كريم كراميل، وش بسبوسه، اه والله، وش كنافه، وحطي بقى ملفيه، وفوق الملفيه بقى شويه بقى ايه، فاكهه الموسم اللي عندك في التلاجة ارميها عليهم، وشويه مكسرات، وادخلي كده لاي، انا عامله لكم ترند بقى، قولي بقى اي اسم بقى، غرقانه شرقانه متفرمله، بصوا هينجح ويبقى ترند، وهتبقي كده. سلام عليكم.